ابوك يا واد ورث مالك كل امك عم عبده بيقول لك هي فرخه واحده ومن بالي. وعليكم السلام. عمري ما هحلم بيه يا واد. كل امك تجيب لك محلول ده تبقى العيش السن ليه؟ هتكون من بالي. السن دي هتاخدها بشنطه عمره ما يحلم بيه. انا بابوي ده كان انتيك. فين الفلوس يا بطيء؟ هو كده. وعليكم السلام. 50 قرش مني. امك يا واد طبخت اللحمه؟ تستوي وانتوا تعرفوا شكل اللحمه ادخل يا واد. هحطها لك في شرط عشان ما تقولش الناس التانية احسن مني. قد كده ولسانك قد كده. وعليكم السلام. خلص انت هتصاحبني. عرفتني كده تنزع الفلوس كقطعيين يا عم خالص. لا والله انا شغال على بالليل. خلاص يا واد بطل الراجل خير. كل اللي يجي يقول لك مالك بابوي بس فين الفلوس يا وانا هفتحهم. ها امشي ما تنساش تبعت الفاس. وعليكم السلام. عايز شاي وخطيب كمان عارف ايدك كله عارف ايدك وانا شغلت في البلد دي فين يا عم عبد الله؟ فين الفلوس؟ انت ما تعرفش انا مين؟ هتكون مين يعني؟ والتهديد. السلام عليكم. وعليكم مين؟ وعليكم السلام. اهلا يا عبد البديع. عامل ايه يا والله وحيد. والله جيت في الوقت الفلاني. اتفضل. اتفضل يا استاذ عبد البديع. اتفضل يا راجل يا حبيبي يا ابن الامم. والله ما احنا زرنا النبي. زرنا النبي والله يا استاذ عبد البديع. عامل ايه يا فين ايامك وفين ايامك من زمان وليالي الحلم؟ مشاكل والله يا عبد الرؤوف. انت عارف فلوس الامتحانات بقى انا الله العليا يا استاذ عبد البديع. بس تعدي كده نشرب حاجه ونقول كلمتين زي زمان يمكن نسيت ولا ايه يا عم مش قدام الكتب بتاع كلها بس الظروف اتغيرت. ما عليك الا قول الدنيا عامله ايه؟ وحياة ربنا انت وحشت. ده حتى المحل من الصبح ما بطلش الزبائن. والله المحل ما بطل زباين. اداك انت جاي والله وشك حلو عليا النهارده. بالنسبة للحاجات الثانية، انت كنت يا جاموسي تاخد منها اللي انت عايزه.
اقف للجاكوزي اقول حبيبي يا معلم ده احسن مني جوزه والله وكمان في فرق جوزه اتخلصت بس خلصت ثواني خليك عندك يا استاذ دبور خليك عندي انا ابن سواء ريلي ابن ناس قوي يا معلم لو انا يا استاذ دبور الله يسلمك يا استاذ دبور انت بتاخد فيزي ايه انا راجل قوي عليكم السلام بس يكون ساكت بس عليك كده كمان ثواني اجيبوا لك الصندوق خليك عنه اوعى تطفش حاجه كده ولا كده شايفك اوعى تعمل حاجه اسقع احتاج عنه بالنسبه للفلوس ابعتها لي في اي وقت خد يا ولد الوقت الفراغ الوقت الفراغ انت هو الراجل الفراغ انت قولي ليه معلش هو كل شويه جنب الثلاجه خايف كهرباء روح انت وانا هبعت لك الحساب حكيم النمسا لو وديته هيستحملني ده انت خدت ده فيك مرة ماشي فيه لما كنا نقطع في السوسه بتاعت ابونا اسماعيل الله يرحمه لسه مش لاقي يا معلم والنسبه جايه ومعاك شجر الزمون كان البط والوجه كانت القضايا تنزل الساعه كان الواحد مننا يا حوار يا استاذ عبد البديع كل واحد وله امان راح فين البط والوجه راح فين الخير يا مصعبين الخير مصيرها يا استاذ عبد البديع الثلاجات مليانه على اخر صحيح انت اللي بس مليان اللي من امريكا واللي من هولندا واللي من البرازيل كله متخلف ورق ولا يفتح زي ما بيقولوا بيحط لنا حاجه في العسل واحنا بنعملها فرقه في العسل مين اللي فاكرينه عسل يا راجل طياره مصروف بس تقول لي دي اخرتها خير والله خير يا استاذ عبد البديع بس اتفضل اقعد يا استاذ عبد البديع ما تستهينش نفسك والله ده احنا صرنا النبي اقعد يا استاذ عبد البديع في حلقه برضه من السجن هنشرب ايه يا استاذ عبد البديع شويه صغيرين يا راجل انت لسه خاطر الثوره ما تخافش يا سيدي دلوقتي بيصوروا فيه والمصانع شغاله ليل نهار والله انا لو لبس لو هي شغاله